تأمل في هذا الرجل كبير في السن وأعمى وما عنده قائد يقوده إلى المسجد، لكنه يفعل أمر عجيب جدا. هذا الرجل يا جماعة اللي تشوفونه الآن أمامكم جعل حبل من البيت إلى المسجد، وهو مع هذا الحبل 5 مرات في اليوم والليلة يجيب منادي الله سبحانه وتعالى: حي على الصلاة، حي على الفلاح. والله إن الفلاح والسعادة والنور والنجاح أن يحافظ الإنسان على 5 صلوات في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. وش اللي حركه يا جماعة؟ وش اللي خلاه مع هذا الحبل يوميا 5 مرات لم يعذر نفسه؟ لأنه سمع بحديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد. لأن الرسول يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. لأن الرسول إذا حزب أمر يقول: أرحنا بها يا بلال. فأنت يا من ضيعت الصلاة، ويا من تنام عن الصلوات، ويا من أخرت الصلوات، ماذا تقول لرب الأرض والسماوات يوم القيامة؟ أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فيا جماعة والله إذا ردنا السعادة والله لن نجدها إلا بالمحافظة على 5 صلوات في اليوم الليلة، 5 صلوات بأجر 50. فمن حافظ عليها فليبشر والله بخير الدنيا والآخرة والنجاح في الدنيا وفي القبر ويوم أن يلقى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يقيم الصلاة.